لاحظت كتير في الفترة دي ان في بنات يجيبوا لي صور لرجال اعمال او ناس اغنياء او CEO مش عارف فين، وتقول لي انا عايزه اعرف ازاي اجيبه. فلما دايما بسالها طب انت ليه اخترتيه، بيكون دايما الدافع انها عايزه تعيش حياه مرتاحه. فانا عايزه اقول حاجه ليكوا تفهموها كويس قوي. الافلام القديمه بتاعت الراجل الغني غنى فاحش وبيحب واحده جدا وبيبوس رجليها 24 ساعه بيديها اللي هي عايزاه، الكلام ده كلام افلام مش كلام على ارض الواقع. زمان كان اللي يفتح سوبر ماركت كان بيغتني، النهارده اللي بيجيب القرش بيجيبه بطلوع الروح. والنهارده الراجل لما بيبقى غني بيبقى عارف كويس قوي ان اي واحده واخداه عشان هو ايه النهارده، وبالتالي هو مش هيرمي عليكي البواكي، لا، هيديكي على قدك، بس هيبقى مستني منك ان انت تبقي على الفرازه. الراجل ده ولا يستحملك اما تتخاني يا حبيبتي، ولا يستحملك اما تعلي صوتك، ولا يستحملك ايام هرموناتك، ولا يستحملك لو رفعتي حبيبتي تروحي ويجي الف غيرك. ففكري الاول قبل ما تاخدي الامور بسطحيه. ما بقولكيش ان هو يبقى فقير وتصرفي عليه، لا، بس راجل طموح بتاع بيته احسن مليون مره من يبقى معاكي كريدت كارد من